زنقة زنقة. الله الله الله، هذا شوية كبير. أدري هسه تخاف من عده، بس إن شاء الله تتعلم عليه حبيبي. شوف شوف شوف، الله الله، خلي لك الأكل وتسحبه، تستاهل. حسبتك مثل ما حسبت أولادي بالهدايا. شوف شلون رهيب، تحفة تحفة. يلا جرب. الله الله الله، ويزداد الجمال جماله. أخلي لك الأكل هنا والماء هنا وتشرب وتاكل، وشي حلو بس مو توسخ عليه. يلا عندك 10 أيام تتدرب، ولكل مجتهد نصيب. تفضل. اعطونا رأيكم. ما شاء الله عليك مرهون، طيناك مهلة تدرب 10 أيام مو 10 دقائق. سبحان الله، فعلا ذكي. 10 دقائق بالضبط، عرف شلون يتعامل مع الدلو والحبل، يسحب الأكل يأكل. سبحان الله تبارك الله. أنا توقعت يخاف من عدة شغاري، بل يعني الطيور والحيوانات إذا شافوا شغلة جديدة يخافوا من عدها، لكن سبحان الله فترة 10 دقائق ما شاء الله تبارك الرحمن، عرف شلون يسحب ويأخذ الأكل. شي ممتع ومسلي، خاصة بالشتاء ما تطلع وعندك صديق مثل هذا، وين تروح؟ اقعد بالبيت وتفرج، اشرب القهوة، تريق واستمتع بهذا المنظر الجميل. سبحان الله، فعلا الحسون ذكي. اذكر الله اخوانا، ومزيد من المقاطع الجميلة ويا مرهون. والمزيد من المعلومات اخواني عشاق طيور زينة في قناة نور علي. هذا الدلو، وهاي اللعبة ما تفيد الببغاوات، فقط للحسون او الكناري. هو اكثر شيء الحسون يعني يعرف شلون يتعامل وياها. ليش ما تفيد الببغاوات؟ ان الببغاوات تقرض اي شيء، وهذا الخشب حرامات الدمرة، فلا حد يستخدم هاي اللعبة او هاي التسلية مع الببغاوات. وحياكم الله. واللي يقول لي وينك كلام غايب، انا اليوم كنت متواجد على منصة التيك توك أكثر شيء، لأن اليوتيوب أحس بي صار شايب والحضور بي قليل. وحيا الله الجميع.